يا مساء الفل، تعالوا نعمل النهارده مع بعضينا اشهر كيكه في الشتاء، كيكه البرتقال. من ألذ واخف الكيكات الصراحه، وسريعه وسهله، وتطلع هشه وطريه ومرتفعه زي ما انتم شايفين. ونكهه البرتقال ما شاء الله قويه فيها، بدون اضافه اي منكهات صناعيه. وهنعملها في الخلاط كمان، مش بقول لكم سهله. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف باذن الله. الوصفه دي امي كانت بتعملها لنا ما شاء الله، ربنا يخليها لنا يا رب. فانا اعملها بطريقه امي، ربنا يبارك في عمرها. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ، انا من مطبخ 3 ام. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. شايفين شكلها حلو ازاي لما طلعت من الفرن؟ عندي بقى هنا هنبدأ بالبشر برتقان. هاخد بشر برتقانتين بدون ما اجي ناحية الطبقة البيضاء عشان ما يمررش معايا. وقطعت 3 برتقانات وعصرتهم بدون ما اصفيهم، خدت الالياف بالالياف بتاعتهم تمام. وفي نفس الخلاط او في نفس الكبة هنزل ب4 بيضات وكوباية ونص من السكر. الكوباية اللي هعاير بيها الزيت هي نفس كوباية الدقيق، هي نفس كوباية الايه السكر تمام. حطيت نص معلقة فانيليا وحطيت معلقة صغيرة من الخل وضربتهم، وغيرت السلاح بتاع الكبة عشان لقيته مش نافع الاولاني. ونزلت كوباية الا ربع من الزيت وضربتهم برضو لحد ما ادوني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت بعصير البرتقال وهديله ضربة برضو، امكسهم برضو مع بعضيهم كده. بعد كده هنزل ببشر البرتقال بتاعنا. على فكرة انا ببشر البرتقال ده ساعات واشيله في الفريزر عشان استخدمه في موسم غير الموسم، مش بتاع البرتقال يعني تمام. بعد كده شلت السلاح ونزلت. هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، واخر كوبايه هشيل منهم 3 معالق زي ما انتم شايفين. يبقى 3 كوبايات دي ناقصين 3 معالق، والثلاث معالق الناقصين دول هحط بدلهم ايه نشا. واحط معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح واضربهم يدوي كده بالمعلقه او الاسباتيول. كده كده الكيك جاهز عندي. اجيب الصينيه بتاعتنا بقى وندهنها بالزيت دهنه خفيفه، وابدرها بالدقيق زي ما انتم شايفين. والدقيق الزياده هتخلص منه، واصب فيها الخليط بتاع الكيك بتاعنا. وطبعا فرننا مسخنينه قبل ما نشتغل، وهنحطها على درجه 180. هنا بسوي السطح بتاعها كده، بديها ضربتين على الرخام عشان لو فيه فقاعات هوا تخرج. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، خدت تقريبا حوالي 45 دقيقة. طلعتها. انا قطعتها الصراحة وهي سخنة عشان اوريها لكم. ما شاء الله شايفين الارتفاع بتاعها كان جميل ازاي، ولونها تحفة بدون اضافة اي الوان، كله طبيعي. ما شاء الله شايفين هشة ازاي، شايفين طرية ازاي، ما شاء الله جميلة. كان طعمها حلو وريحتها حلوة، قلبت الشقة الصراحة. جربوا الوصفة دي من غير ما تصفوا البرتقال. هنا مفيش اي كتل من البرتقال موجودة على فكرة في الكيك، كله داب. زي كيكة الجزر ما بنعملها بنلاقيش ايه جزر واحنا بناكل الكيك، فالبرتقال داب. جميلة جدا. عايزين تزودوا النكهة ممكن تحطوا اللي هو عصير التانك الصناعي ده، بس انا حبيت اعملها طبيعي في الطبيعي. جربوا الوصفة دي وهتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو